بلدية غالية عليا عشان معايا ست البنات. حمدي ووفاء مش راضيين عن الجوازة، وأول خناقة بين حسن ونهال، وأبو زياد خلاص أمه راح نظرها بسبب العيال وإن هم وحشينها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جماعة هنتكلم النهاردة عن أول حاجة طبعا حسن ونهال، اللهم بارك. ما شاء الله نهال ظهرت ب2 لوك، يعني 2 فستانين وكمان ميك اب مختلف. أول حاجة كان فستان ما شاء الله واسع من تحت، وكمان الطرحة كانت طويلة وواسعة من على فوق، يعني بدأ من أول شعرها ونازلة بوسع كده، واخدة كل ظهرها. أما الفستان التاني كان ده يعني حلو عليها ما شاء الله، ممتاز عشان تعرف تغني. طبعا غنت أغنية جميلة قوي مع حسن، وربنا يفرحهم يا رب، وألف ألف مبروك. ولكن كمان المتابعين قاعدين في ذهول فعلا بسبب موضوع حمدي ووفاء، وان هما ما باركوش لحسن ونهال. يا ترى ايه السبب؟ يا ترى كمان حمدي ووفاء وكمان هو يعني اللي يشجع ان هم، او يشجع على السؤال، ان هم بينزلوا فيديوهات عن الزلزال، وكمان قالوا يوم الزلزال ان ربنا يسلم وكده. بس احنا هنرجع ونقول ان هم شكلهم مشوقنا لحاجة جامدة هتحصل ان شاء الله. ممكن كمان ينزلوا مصر، ممكن كمان يجيبوا بدل، لان هو ساعة خطوبة حسن ونهال كان حمدي وقال ووفاء ان هم جابوا البدل خلاص وجهزوا البدل وهيجوا مصر يحضروا الفرح، ولكن الله اعلم حصل مشكلة وكده، ولسه برضو ما ظبطوش امورهم هنا في مصر. فربنا يعينهم ان شاء الله، هم عيله كويسه جدا ومترابطه، ومهما حصل عمرهم ما يتفرقوا ابدا. اما خلينا نتكلم طبعا كمان عن ابو زياد، وان هو قال ان امه او والدته الحاجه يعني فقدت النظر بسبب العيال، فهو طبعا ده مجازا، وان هي كمان بتعيط من كتر العياط ان هي نفسها تشوف الاولاد. فربنا يسهل والموضوع يتلم الشامل، ويشوف حد كبير كده هو، ويشوف كمان حد يوصل للحاج جابر. الحاج جابر كذا مرة قال احنا مش شايلين العيال عنه، لان احنا يعني ولاد محمود وكلنا هم